السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة تالتة إعدادي، وحشتوني يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. نزل لك فيديو كنت بدأت فيه أول حصة عندنا في المنهج، وكنا شرحنا فيه السرعة. ما كناش خلصنا ووقفنا لحد جزء معين، وساعتها حليتها وفرمنا القوانين كلها والمسائل والأفكار اللي ممكن تيجي عليها. فبالله عليك خش اسمع الفيديو ده لأنه فيديو مهم جدا. طيب النهارده هنعمل ايه يا مستر؟ النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه الدرس الاول اللي عند حضرتك موجود في الدرس بتاع السرعه. قبل ما نبدا نقول دعانا الجميل: اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ الملائكه المرسلين، وان تجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واصرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير، انت حسبنا ونعم الوكيل. يلا بقى يا معلم، كوبايه الشاي الجميله بتاعتك واقعد وركز معايا. بسم الله. النهارده بقيه الدرس وبدايته بتتكلم عن ايه؟ كنا اتكلمنا قبل كده اللي احنا عندنا حاجه اسمها الحركه، وقلنا ان الحركه انها من ابسط انواعها الحركه في اتجاه واحد. وبعد كده كنا دخلنا عن الحركه وبدانا نتكلم عن السرعه، وساعتها كنت اديتك مثال: لو انا وانت دخلنا سباق من بين بيتك لحد اخر الشارع مين فينا هيكسب؟ فانت قلت لي طبعا انت، عشان صحتك تمام. فاللي كسب فينا هو مين؟ قلت لي يا مستر انا، عشان انا اسرع منك. طب انت ليه اسرع مني؟ قلت لي عشان انا خلصت الشارع كله في وقت اقل منك. وساعتها عرفنا ان السرعه العوامل اللي بتتوقف عليها هي المسافه والزمن. طيب النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ النهارده بدايه كلامنا عن انواع السرعه. يبقى نسمي الله كده ونركز بقى مع بعضينا. ان شاء الله الفيديو هيكون صغير، فانا بس مش محتاج منك انك انت تركز وتفوق معايا. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده هي انواع السرعه. طيب انواع السرعه هم مين يا مستر؟ السرعه عندنا نوعين. البتاع اللي انا بعملها دي كان في حد حبيبي جدا هو اللي قال عليها، من ساعتها وانا بعملها. ايه هم انواع السرعه يا مستر؟ اول حاجه عندي سرعه اسمها السرعه المنتظمه. طب والنوع الثاني قال لك سرعه غير منتظمه. يبقى تاني كده السرعه عنده نوعين: سرعه منتظمه وسرعه غير منتظمه. طيب طبعا احنا ما بنمشيش بالامثله اللي علينا في المنهج دي، بنمشي بالامثله اللي انا بقولها لك. السرعه المنتظمه دي عامله زي ايه؟ عامله زي البني ادم السالك بالظبط. هو راجل صريح واضح، عارف هو رايح فين وهو بيعمل ايه، ماشي بانتظام في حياته والدنيا معاه زي الفل، بيصلي في ميعاده وبيقرا قرانه وبياكل وبيذاكر وبيعمل كل حياته بانتظام، راجل روتيني يعني. هي دي السرعه المنتظمه. اما السرعه الغير منتظمه دي عامله ايه يا مستر؟ زيك كده بالظبط يا حبيبي، ولا بتصلي ولا بتاكل ولا بتشرب ومقضيها لعب على بابجي وعلى التليفون وسايب الايه؟ المذاكره. فالسرعه غير منتظمه دي عامله زيك بالظبط. طيب يعني ايه يا مستر تقصد كلمه السرعه المنتظمه؟ هي شخص سالك بيعمل كل حاجه في وقتها. احنا اتفقنا السرعه ايه العوامل اللي بتتوقف عليها؟ حاجتين، هما المسافه اللي انا راحت فين؟ بسم الله. قلنا ان السرعه كان اختصارها عين، وكانت بتتوقف على حاجتين هما المسافه والزمن، صح كده؟ قال لك ان السرعه المنتظمه اللي هي الست المترتبه السالكه اللي بتمشي كل حاجه في ميعادها، هي عباره عن ايه؟ اتفقنا ان السرعه هي المسافه اللي بيقطعها الجسم خلال وحده الزمن او في ثانيه واحده، هي مش فارقه. السرعه ده لا طب ما حد يقول لي ان هو عمل كده. استنى يا ابني نرجع تاني، مش عارف اعمل كده ليه. طيب السرعة المنتظمة هي عبارة عن إيه؟ قال لك هي عبارة أو هي عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة برضه متساوية. تاني قال لك إن السرعة المنتظمة هي عبارة أو هي عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يعني إيه يا مستر؟ قال لك يعني أنا أهو همشي مثلا البلاطة دي في ثانية، وامشي بلاطة كمان في ثانية، وهمشي بلاطة كمان في ثانية، وامشي بلاطة كمان في ثانية. هو انا دلوقتي عملت ايه؟ انا دلوقتي قطعت مسافات متساوية اللي هي مين؟ كل شوية بمشي بلاطة فالمسافة متساوية. طب خلال أزمنة متساوية قلت لك اللي انا بمشي البلاطة الواحدة في ثانية، ادي ثانية وادي بلاطة كمان في ثانية وبلاطة كمان في ثانية. فهي دي السرعة المنتظمة، ان الجسم بيمشي مسافات متساوية كمان في أزمنة متساوية. يبقى السرعة المنتظمة هي عبارة عن ايه؟ يلا بقى سمع معايا كده، يلا عايز اسمعك. هي عندما يقطع الجسم، يلا هات الاسود. قال لك هي، لا احنا عايزين بقى ايه؟ الاسود. هي، ولا نجيب الازرق؟ الاسود. هي عندما يقطع مين؟ الجسم
بيقطع ايه؟ بيقطع مسافات متساوية. امتى يا مستر؟ قال لك في أزمنة متساوية. يبقى السرعة المنتظمة هي عندما يقطع الجسم مسافات متساوية خلال أزمنة متساوية. طب تعالى ناخد مثال على الكلام ده. يلا يلا على طول ادينا في المسائل ويلا نطبق بسم الله. هنا طبعا بيتكلم على انواع السرعه، فبيعرفك ان السرعه هي عباره عن يا اما سرعه منتظمه وهي سرعه ثابته، او سرعه غير منتظمه متغيره. اتفقنا ان المنتظمه دي انسان سالك منتظم في حياته، بيعمل كل حاجه في وقته، بياكل وبيشرب بيصلي، بيعمل كل حاجه في ميعاده. اما السرعه الغير منتظمه عامله زيك بالظبط، يلا يومك متشقلب ولا عارفين له بدايه من اخر. فبيديك تعريف السرعه المنتظمه، قال لك ان السرعه هي اللي بيتحرك بها الجسم لما بيقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه. وراح قال لك السرعه الغير منتظمه سيبها دلوقتي هاجي لها، خلينا في المنتظم. تعال ناخد مثال عليها. المثال بيقول لك تحرك جسم في خط مستقيم. بص بقى يا معلم لما تيجي تحل الاسئله دي، اتفقنا ان السرعه عندي نوعين، يا اما سرعه منتظمه يا اما سرعه غير منتظمه. فانت ما عندكش غيرهم، يبقى لما تيجي تحل تركز في السؤال، هل هو قال لك كلمه منتظمه ولا ما قالهاش؟ يعني هيقول لك ان الجسم ده بيتحرك بسرعه هي منتظمه ولا غير منتظمه، عشان على اساسه ده ليها قانون هتحل بيه وده ليها قانون وطريقه بتحل بيها. فاحنا نقرا راس السؤال كويس. هنا بيقول لك ايه؟ اتحرك جسم في خط مستقيم، ماشي، بسرعه منتظمه. انا استفدت ايه وعرفت ايه يا مستر؟ عرفت ان الراجل ده بيتحرك مسافات متساويه في ازمنه متساويه. عرفت ان الراجل ده السرعه بتاعته ثابته. يعني ايه؟ يعني اي رقم واي مسافه هيديها لي واي زمن هيديهوني لما اجي اقسمه على الاله يديني رقم ثابت. مثال الرقم اللي مديهولنا، تعال نحسب الاول هنا. الراجل الطيب ده بيقول لك انا مشيت مسافه 10 في زمن قدره 5. طب هو احنا كنا بنحل السرعه ازاي؟ ادي المثلث. اتفقنا ان السرعه العين بتساوي ف على ز، هي السرعه بتساوي المسافه على الزمن. قال لك ان المسافه هنا 10 وقال لك ان الزمن هنا 5. انا عايز مين؟ السرعه. فعين بتساوي ف على ز هتساوي السرعه عندي او المسافه سوري عندي ب 10 والزمن عندي ب5 على الاله يطلع ب 2 متر لكل ثانيه. انا لسه قايل لك ان السرعه اوبا القلم وقع. ايوه معلش يا شباب. قال لك ان السرعه مالها ثابته. اثبت لك بقى من المساله انها فعلا ثابته. تعالى طب ما تيجي ناكل الراجل الطيب ده، ناكله سوري انا اسف ناخده. تعالى ناخد الراجل ده نشوف هو عمل ايه. قال لك ان هو مشي مسافه 20 في زمن 10. يلا حل بطريقتنا الجميله. العين بتساوي ف على ز. طيب ادي العين هتساوي ف على ز. الف بتساوي كام؟ قال لك ان الف بتساوي 20 والزين بتساوي 10 على الآلة. 20 على 10 ب 2 متر كل ثانية. اوبا ايه ده يا مستر؟ ده انا عندي السرعة هنا طلعت 2 وهنا كمان طلعت 2. ما هو يا حبيب قلبي قال لك في راس السؤال انها سرعة منتظمة، والسرعة المنتظمة هي ثابتة، يعني اي مسافة واي زمن هيديهولك هيديك نفس الناتج. يبقى احنا دلوقتي لما بنيجي نحل بالسرعة المنتظمة حط في دماغك ان اي مسافة واي زمن هتقسمهم هيديك رقم. الرقم ده ثابت عندك للاخر. خلاص انا كده عرفت السرعه طالما هي منتظمه خلصت، يبقى الرقم اللي هيديهوني ده ثابت. عشان السرعه الغير المنتظمه ما فيهاش الكلام ده، ولما نروح هنفهم هي ليه مختلفه عنها وليه فعلا هم قسموها لنوعين. يبقى السرعه المنتظمه بسرعه كده مسافات متساويه في ازمنه متساويه. السرعه المنتظمه ثابته، يعني لو انا جبت عندي من السؤال اي حاصل مسافه على زمن مسافه على زمن مسافه على زمن هيدوني كلهم نفس الرقم. ليه يا مستر؟ عشان هي منتظمه والمنتظمه ثابته. تعالى بقى نحل السؤال اصلا اللي هو كان بيسال عليه. انا كنت في الاول كل ده بثبت لك انا مش محتاج غير ايه؟ الجزء اللي فوق ده اللي هو بيقول لك ان العين بتساوي فيها على زين. احنا خلاص جبنا العين وعرفنا انها بتساوي 2 متر لكل ثانيه. تعال نشوف هو بيسال عليه. بيقول لك احسب سرعه الجسم. تمام جبناها. ما قيمه كل من س وصاد. ادي س اهي وادي صاد اهي. تعالوا ناخد الجزء ده من الجدول لوحده. بيقول لك ان هو قطع مسافه س خلال زمن قدره 15. يعني هو كده بيسالك على مين في السؤال؟ هو مين اللي ناقص مش معايا؟ المسافه. خلاص يا حبيبي هاتها من الجدول. مش انت كده لسه جايب السرعه؟ ايوه يا مستر. يبقى انا على طول هجيب المسافه. الف بتساوي
اتفقنا ان اللي تحت بنضرب، اللي فوق بنقسم. ادي هو عايز الف، اللي تحت اتنين جنب بعض يبقى هنضربهم، يبقى انا عندي الف هتساوي عين في زين، هتساوي العين بكام؟ ب2، والزين بكام؟ الزمن عندي في المسألة ب15. 2 في 15 على الآلة يطلعوا ب30 متر. ولا وحدة القياس أهم من أي شيء في الدنيا، اوعى تنساها بالله عليك. يبقى أنا المسافة عندي طلعت بكام؟ طلعت ب30 متر يا مستر. تعالوا نشوف الطلب الثاني. ما قيمة كل من صاد؟ هو دلوقتي عايز صاد. والله هو في السؤال قال لي ان السرعه دي منتظمه، والسرعه المنتظمه عندي ثابته، يعني سواء ده او ده او ده او ده لو قسمتهم على بعض السرعه كده كده هتطلع لي ب2 متر لكل ثانيه. طيب هو هنا عايز صاد اللي هو الزمن. يلا تعالى من القانون، الزين بتساوي ف على عين. يلا تعالوا نجيب الزين. بتساوي ف على عين. الف عندي بكام؟ قال لك ب50، والسرعة ب2، 50 على 2 فيها 25 ثانية. وادي كده يا صاحبي حلينا كل المسائل وكل الافكار على فكرة اللي ممكن تيجي لك في الجزئية بتاعت السرعة المنتظمة دي. مسألة كبيرة عايزة وقت اصلا. شفت الدنيا لذيذة ازاي؟ الحمد لله. كده يا حبايبي خلصنا اول نوع من السرعة اللي عندي وهي السرعة المنتظمة. بص احنا عملنا كده اهو تيك، كل حاجة اتمسحت. ايه ده؟ باظ ولا ايه؟ ماشي ما علينا. تعال ناخد تاني نوع وهو السرعة الغير المنتظمة. مالها بقى يا صاحبي السرعة الغير المنتظمة دي؟ ايه فكرتها او هي طريقة عملها ازاي؟ قال لك ان السرعة الغير منتظمة دي هي سرعة غير مرتبة، مش مترتبة، مش متثبتة. اتفقنا ان السرعة الغير المنتظمة بقى هي سرعة مش سالكة، مش مترتبة في حياتها عشوائية. تعريفها بقى ايه يا مستر؟ بص بقى يا حبيبي، هي لها تعريفين. احنا عايزين نجيب الخلاصة عشان خاطر ما نقعدش نفكر كتير ونوجع دماغنا. هو احنا لما جينا نتكلم على السرعه المنتظمه قلنا هي عباره عن ايه؟ الجسم بيمشي مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه، راجل تمام متنظم مترتب بيعمل كل حاجه في وقتها. اما الراجل المحترم ده قليل الادب الحيواني او محترم قليل الادب عادي اللي هو السرعه الغير المنتظمه ده ماله بقى؟ قال لك انا مش مترتب، انا يا عم حياتي عشوائيه، انا بمشي مسافات مش متساويه في ازمنه متساويه، او بمشي مسافات متساويه بس الازمنه هي اللي مش متساويه. يعني من الاخر عايز اقول لك ايه؟ ان السرعه الغير المنتظمه غالبا هتلاقي فيها حاجه مش متساويه، يا اما بيمشي مسافات متساويه بس الازمنه مختلفه، يا اما بيمشي مسافات مش متساويه والازمنه هي اللي متساويه. يبقى تعالوا نكتب التعريفين ونركز مع بعض واحنا بنكتبهم. يلا بسم الله. السرعه الغير منتظمه هي عندما يقطع الجسم. بيقطع ايه يا حبيب قلبي؟ بيقطع مسافات متساوية بس الأزمنة مش متساوية. لازم يكون في حاجة مش متساوية في الموضوع. هنا هيقطع المسافات متساوية يبقى الأزمنة مش متساوية. طب ليه حضرتك قلت كده؟ عشان السرعة دي غير منتظمة، سرعة مش مترتبة، يومها عشوائي، ففي أزمنة غير متساوية. أو لها تعريف تاني، عندما يقطع الجسم. يقطع ايه؟ المرة دي بقى المسافات هي الغير متساوية. غير متساوية في أزمنة متساوية. يبقى السرعة الغير المنتظمة هي عندما يقطع الجسم مسافات متساوية بس الأزمنة مش متساوية، أو عندما يقطع الجسم مسافات هي اللي غير متساوية بس الأزمنة متساوية. تعالوا نشوف الكلام ده عندنا على الباور. يلا بسم الله. ادي هنا جينا تاني لانواع السرعه. تعريف السرعه الغير المنتظمه: السرعه اللي بيتحرك بيها الجسم عندما، بص بقى ركز، عندما ايه هنا؟ عندما، بسم الله الرحمن الرحيم، قالك عندما يقطع المره دي مسافات غير متساويه بس الازمنه هي اللي متساويه.
يبقى يا اما المسافات مش متساويه والازمنه متساويه، او عندما يقطع مسافات متساويه عادي بس الازمنه هي اللي غير متساويه. يعني من الاخر عايز اقول لك ان الغير المنتظمه لازم يكون فيها واحد مش متساوي، يا اما الازمنه يا اما المسافات. طيب هنا بيديني بقى سؤال بيقول لي هو يعني ايه الجسم اللي قصادي ده بيتحرك حركه منتظمه قدرها 70 كيلو من غير ما ابص؟ اتفقنا ان الحركه المنتظمه يا مستر راجل منظم بيعمل كل حاجه في وقتها، فبيمشي مسافات متساويه في ازمنه متساويه. يعني انا عايز اقول لك ان هنا الراجل ده عمل ايه؟ قال لك ان السياره بتتحرك بسرعه ثابته. مش عارف البتاع بيشخبط ليه لوحده. قال لك ان الراجل بيتحرك بسرعه ثابته وفي خط مستقيم بحيث يقطع مسافه متساويه قدرها 70 كيلو. كل قد ايه؟ كل ساعه، عشان هو قال لك 70 كيلو متر كل ساعه. طب معنى ان المترو بيتحرك بسرعه غير منتظمه؟ قال لك ان المترو بيمشي مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه، او مسافات المره دي هي المتساويه بس الازمنه غير متساويه. وبكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا انواع السرعه. هي سرعه يا اما منتظمه يا اما سرعه غير منتظمه. هل بيخلص الكلام على كده؟ لا. طيب ايه بقى الموضوع؟ قال لك ان السرعه الغير المنتظمه دي هناخدها كده على جنب اهو، نتكلم عايزين نعرف ازاي نحسب السرعه منها. يعني حضرتك دلوقتي عرفتنا ازاي نجيب من السرعه المنتظمه قوانين ومسائل وحلنا والدنيا زي الفل. انا ده هتعامل معاه ازاي؟ ما هو المسافات يا اما مش متساويه والازمنه هي اللي متساويه، او العكس المسافات هي اللي متساويه والازمنه اللي مش متساويه. طب انا في الحاله دي يا مستر هعمل ايه؟ قال لك عملنا لها يا باشا قانون سميناه او اسم تاني سميناه السرعه المتوسطه. ايه السرعه الايه المتوسطه؟ يبقى تاني السرعه الغير المنتظمه عايزين نحسب لها قوانينها وعايزين نعرف هنعمل فيها ايه. دي ما احنا عرفنا المنتظمه خلاص وعرفنا بتتحل ازاي. ست سالكه السرعه بتاعتها موجوده وثابته ما بتتغيرش، وعمالين بقى نلعب في المسافات والزمن والكلام ده. اما دي هحسبها ازاي يا مستر؟ هجيبها منين؟ قال لك عملنا لها حاجه اسمها السرعه الغير المتوسطه. سرعه غير ايه؟ المتوسطه. تعال نرجع تاني للسبوره بتاعتنا. زود واحده. انا قلت السرعه غير المتوسطه؟ معلش يا شباب السرعه المتوسطه عادي. يا ما انت شفتني في الاول قلت المتوسطه قلت غير منتظم عادي. ما انت الماده العلميه اقعد مفيش قط اقعدي عادي انا ما خدتش بالي ايه في ايه؟ سرعه متوسطه اللي هي السرعه غير منتظمه. الاثنين دخلوا في بعض عادي. يلا احنا هنتكلم دلوقتي على السرعه اللي بيمنتج ما قدتش حاجه. كمل على الحته دي. تمام. لازم بس نقول لهم عشان يعرفوا. المهم يا صاحبي هنخش دلوقتي على حاجه اسمها، احنا عايزين القلم الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معايا يا واد. السرعه اصل انا فرحان بصراحه. امبارح كان عيد ميلادي يعني، وحد جميل كده النهارده جاب لي هديه حلوه فانا مبسوط بصراحه. السرعه المتوسطه. مالها بقى يا اخويا السرعه المتوسطه دي؟ اتفقنا دلوقتي اللي احنا عندنا السرعه الغير منتظمه عايزين نحسب لها بقى القوانين بتاعتها والحاجات دي كلها. ما انا قلنا ازاي بقى يا مستر؟ ما احنا ما هي مش ثابته، مش مالهاش ترتيب، متغيره. فقال لك احنا هنسميها حاجه بقى، هناخد لها قانون كده جميل اسمه السرعه المتوسطه. بما ان السرعه المتوسطه دي هي عباره عن سرعه غير منتظمه فهي ست مش سالكه، بمعنى ان كل الدنيا اسمها عين. مش احنا السرعه اتفقنا ان اسمها عين؟ قال لك قالت لك لا انا ست مش سالكه سميني عين شرطه. يعني ايه عين شرطه؟ هتلاقي عين كده اهو ولابسه كاب فوق كده، هي مش سالكه، على بيقولوا على ايه؟ على راسها على راسها ريشه. بالظبط هي دي. هتلاقي كده محطوط ايه؟ شرطه كده فوقيها. والله هو ده الرمز بتاعها. ده الرمز بتاع السرعه المتوسطه. طب جميل. دلوقتي حضرتك قلت لي ان السرعه الغير منتظمه هي مسافات غير متساويه ازمنه متساويه، او العكس مسافات متساويه الازمنه هي اللي غير متساويه. لما باجي احسب لها قانون بحسبها لها ازاي؟ قال لك خلاص مش احنا كده كده ولا عارفين نمسك دي كده كده مش متساويه ودي كده كده مش متساويه؟ يلا بينا نعمل لها قانون بيقول لك ان العين شرطه اللي هي العين المتوسطه اللي هي السرعه المتوسطه بتساوي ايه يا صاحبي؟ قال لك بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. ايه ده الكلام ده؟ يعني ايه بقى الكلام ده يا مستر؟ مش فاهم حاجه. يعني يا حبيب قلبي اللي هو ده الجدول، والجدول ده مثلا ولنفرض اهو انا هدي اي ارقام افتراضيه، انا مش محضر حاجه دلوقتي في دماغي، الارقام اللي هديها لك دي افتراضيه. حلو. وادي دي المسافه وادي دي الزمن. وراح اداك مثلا قال لك المسافه مره هنا 15 والمسافه هنا مره مثلا 17 وهنا مثلا 35، وراح اداك الزمن مره هنا 10 وراح ادالك مره هنا 3 مثلا، وراح مره ادالك ان هنا 10 تاني.
لو انت جيت تحسبها بطريقتنا اللي هي ايه يا مستر؟ تعالى كده اثبت لك ان السرعه دي غير منتظمه وهي السرعه المتوسطه. تعالى ناخد دول. مش احنا اتفقنا ان العين العاديه بتاعتنا الجميله اللذيذه العين بتساوي فيها على زين؟ ادي المثلث بتاعها اهو. بحب اكرر انا الحاجه عشان انت تبقى برضو ايه حاضر معايا، عشان عارف القله بتاعتك زي الفل، لا دماغك يعني. فيها على زين. طيب الفه بكام؟ ب 15 والزين بكام؟ ب 10. على الاله يطلع لك بواحد ونص متر لكل ثانيه. طب تعالى ناخد الست المحترمه دي. العين بتساوي فيها على زين، يلا المسافه بكام؟ 35 والزمن بكام؟ ب 10. على الاله يطلع ب 3.5 متر لكل ثانيه. هل دول متساويين؟ لا. هل السرعه ثابته؟ لا. فهمت بقى ليه السرعه الغير المنتظمه انا ملهاش ملكه، ما اعرفش احل بيها لانها مش متساويه؟ فالعلماء عملوا لنا ايه عشان يسهلوا لنا القصه دي؟ راح قال لك احنا هناخد لها قانون جميل لزوز هنسميه السرعه المتوسطه، وهنحط عليه شرطه عشان دي السرعه غير منتظمه وسرعه مش سالكه. والقانون بيقول لك المسافه الكليه على الزمن الكلي. يعني لما تيجي تحسب السرعه بتاعت الراجل ده تقول له بقى ان عين شرطه اللي هي السرعه المتوسطه بتساوي المسافه الكليه، يعني بتساوي ده وده وده، اللي هي على الآلة 15 زائد 17 زائد 35 على الزمن الكلي اللي هو ده وده وده، اللي هي هتساوي 10 زائد 3 زائد 10. اديله يلا كوكتيل على الآلة وشوف بقى هيطلع معاك ايه، عشان دلوقتي مش قادر ايه احسب كده يا اسطى. على ما هو يحسب اصلا هنكون القيامه قامت، فما علينا يعني ان انت تحسب على الآلة وهيطلع معاك رقم. الرقم ده هو السرعه الايه المتوسطه اللي عندي، ودي طريقه حل السرعه المتوسطه. يبقى السرعه المتوسطه هي عباره عن ايه؟ قال لك هي السرعه الغير منتظمه. اصل احنا ما لقيناهاش قانون، طلعت سرعه مش سالكه، فعشان خاطر نعرف نحلها عملنا لها قانون سميناه السرعه المتوسطه. ورمزه عامل ازاي؟ عين ولابسه كاب، عين عليها ريشه عليها شرط، يساوي المسافه الكليه اللي قصادي على الزمن الكلي. يعني اي مسافه عندك حطها فوق واجمعها، اي زمن عندك حطه تحت واجمعه، يديك السرعه الايه؟ السرعه المتوسطه. تعالوا نشوف مثال من الامثله اللي انا جايبها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز يا واد معايا، حصه لذيذه والله جميله مش صعبه خالص، مش عايز بس منك غير انك ايه تركز معايا. لو اشتغل الحمد لله. يلا هنا بيقول لك السرعه المتوسطه، استنى نقرا برضو الكلام. بيقول لك ان السرعه المتوسطه هنا مالها بقى؟ مالها؟ استنى انا دايخ. السرعه المتوسطه قال لك تعد السرعه المتوسطه ضروريه عند عدم الاهتمام بتفاصيل الحركه. ما علينا، يلا كمل. اذا استغرقت سياره زمنا قدره ايوه تعالى بقى انا عايز الحته دي. لذا يفضل التعبير عن السرعه الغير المنتظمه بمصطلح السرعه المتوسطه. يبقى احنا السرعه الغير المنتظمه عشان ما عرفناش نعمل لها حاجه وطلعت مش سالكه مش مترتبه مش متنظمه، سميناها اسم تاني وهو السرعه المتوسطه. رمزنا له بعين عليها ايه؟ طاقيه اهي لابسه شرطه فوقيها اهي. وراح قال لك ان السرعه المتوسطه هي المسافه الكليه اللي بيقطعها الجسم مقسومه على الزمن الكلي، وعملنا لها قانون يقول لك المسافه الكليه على الزمن الكلي. انا بقرا معاك الحاجه تاني من الكتاب واكنك بتذاكر، بحط لك على الحاجات اللي احنا مهمه بالنسبه لنا. والله السرعه الغير المنتظمه هي السرعه المتوسطه، فلو سال عليها في الامتحان تعرف تجاوبها. التعريف السرعه المتوسطه هي المسافه الكليه على الزمن الكلي. اعتبرها يا عم اللي انا بذاكر معاك يا عم، ونسميها ذاكر مع مستر عبد الرحمن. اي خدمه. نكمل. امتى بتتساوى قيمه؟ ده كلام بقى ايه قليل الادب، مش عايزه انا دلوقتي، استنى اجيبه له بعدين. انا بس والنبي اقف معايا لحد كده، انت كده تمام وانا مرضي، لحد بس نرجع للجزئيه دي وافهمك الحاجات التريكات الصغيره البسيطه المضافه في الايه في الجزء ده. تعالى بس ناخد مثال. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدا. السؤال بيقول هي الفيزياء مسائل على طول، خش طخ تفكرش، افهم الفكره وبيتجاب ازاي ويلا نطبق. قطع عداء، العداء ده اللي هو الراجل اللي بيجري متسابق يعني. مسافه قدرها 100 متر، يبقى الراجل ده مشي مسافه 100 متر في زمن قدره 10 ثواني، ثم عاد الى نقطه البدايه سيرا مستغرقا 80 ثانيه. احسب السرعه المتوسطه للعداء اثناء رحله الذهاب مره ورحله العوده ورحلتي الذهاب والعوده. طيب ما تيجي يعني انا دلوقتي معنى الجمله ايه؟ افهمك السؤال. انا اهو بجري، فجريت لحد الحته دي وبعد كده رحت رجعت تاني. هو ده اللي عمله في السؤال. ادي يقول لك قطع عداء مسافه 100 متر، ادي جري 100 متر في زمن 10 ثواني، ثم عاد الى نقطه البدايه. هو مش انا كنت بادئ من هنا دلوقتي وانا ماشي اهو،
ورحت جريت لحد ما وصلت هنا، لفيت ورجعت تاني لنقطه البدايه. هي دي شرح السؤال اللي بيحصل. طب تعالى نفهم السرعه عايز ايه. هو عايز دلوقتي رحله الذهاب بس. طب والله نرسم الاول القانون الجميل بتاعنا اللي بيقول لنا العين بتساوي ف على ز. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا يلا. بص يا حبيب قلبي قال لك ان هو وهو رايح، هو عايز الذهاب وهو رايح قطع مسافه 100 متر، يبقى الفه عندي ب 100 متر في زمن قدره 10 ثواني. الزمن عندي 10 ثواني. طبعا انا الحصه اللي فاتت اتكيت جدا على الحتت بتاعت وحدات القياس ودوست عليها قوي وعرفتك امتى نحلها ونبص على وحده القياس. احنا السرعه عندنا ليها وحدتين، متر لكل ثانيه، كيلومتر لكل ساعه. متر لكل ثانيه، كيلومتر لكل ساعه. فانت وانت بتحل تاخد بالك من وحدات القياس والنبي عشان عليها درجات. فهو هنا مستخدم المسافه بالمتر والزمن بالثانيه، يبقى السرعه تطلع بمتر كل ثانيه. يعني كده تمام. يلا يا معلم تعال نجيب اول نقطه عندي اللي هي رحله الذهاب. العين بتساوي ف على ز. المسافه عندي بكام؟ ب 100 والزمن عندي بكام؟ ب 10. على الاله يطلع الناتج ب 10 متر لكل ثانيه. ادي النقطه الاولى في السؤال، هو عايزه هو رايح بس. خلاص تمام. طب تحسبها لي وهو في رحله العوده، نفس الفكره. تعال نحسب رحله العوده. العين بتساوي ف على ز. في بس تركايه هنا بسيطه في السؤال ده، هو يعني بيعتبر ان حضرتك ما شاء الله نبيه وذكي جدا وهتاخد بالك منها، بس انا عارف انك انت على الله ان شاء الله وصباح الفل. فانا هقول لك. هو دلوقتي قال لك ان هو رايح خد مسافه 100 متر في زمن 10 ثواني ورجع تاني لنقطه البدايه في 80 ثانيه. تروح انت ايه ليه يا مستر؟ ده وانا راجع ما قاليش المسافه ايه؟ انت حمار ياض ولا ايه ياض؟ ما هو قال لك ان هو رجع لنقطه البدايه تاني. هو مش راح انا قاعد تحت بيتك حلو، هنجري لحد اخر الشارع، يبقى المسافه اللي قطعناها الشارع. نرجع تاني لبيتك واحنا راجعين يا معلم قطعنا ايه؟ الشارع برضو هو، يبقى هي نفس المسافه ما اتغيرتش. يبقى انا وانا رايح خدت 100 متر، رجعت تاني لنقطه البدايه، يبقى المسافه هي، ما انا ما زودتهاش، يبقى المسافه 100 متر برضو. يبقى انا عندي الفه هتبقى ب 100. قال لك في زمن قدره كام؟ 80. الصفر يطير مع الصفر، 10 على 8 هتبقى فيها، استنى يا صاحبي، على الاثنين فيها الاربعه، على الاثنين فيها الخمسه، 5 على 4 فيها الكام؟ مش عارف. احسب كده. 1 وربع. 5 على 4 يطلع الناتج معايا بواحد وربع. 1 وربع كام؟ متر لكل ثانيه. طيب هل المساله خلصت؟ لا لسه، في متطلب ثالث او مطلوب ثالث. بيقول لك ايه بقى المطلوب الثالث ده؟ بيقول لك احسب لي رحلتي الذهاب والعوده. ده هنا بقى اشتغل لي بالقانون بتاع السرعه المتوسطه اللي هي العين اللي على بسطائيه اللي هي شرطه. كنت لسه قايل لك من دقيقتين. يلا قول لي، يلا يا بنت قولي لي السرعه المتوسطه كانت تعريفها ايه؟ شاطرين صح. هي المسافه، تصدق انا نسيتها ياض يخرب بيتك. هي المسافه الكليه على زمن الكلي. تعالى يلا نكتب المطلوب رقم 3. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز السرعه المتوسطه. يلا اتفقنا ان السرعه المتوسطه المسافه الكليه على الزمن الكلي. تمام قوي هتساوي المسافه الكليه عندي فين؟ اتفقنا ان هو راح 100 متر ورجع 100 متر. حلو السؤال ده، حلوه الحته دي قوي عشان انت طبعا اول ما هتشوف كلمه 100 فوق، ما هو المستر لسه قايل لي المسافه الكليه، ما هي المسافه 100، يلا ادي على طول وتروح كاتب 101. لا خلي بالك، بيقول لك رحلتي الذهاب والعوده، يعني رايح، لا اله الا الله، يعني رايح جاي. هو راح في 100 متر ورجع في 100 متر، يبقى المسافه اللي كلها قطعها كام؟ 100 زائد 100 اللي هي 200 يعني. يبقى نكتب هنا كمان 100 على الزمن الكلي. قال لك زمن قدره 10 ثواني وهو رجع في 80 ثانيه، يبقى 10 زائد 80 يعني 200 على ال 90. طير 20 على 9 يبقى فيها قول مثلا تقريبا 2 وربع تقريبا. متاكد كده؟ 2 هي قريبه من 2 وربع. هيطلع 2 و2 و2 من 100 متر لكل ثانيه. ودي يا حبايبي
طريقه حل السرعه المتوسطه. اظن السؤال جميل وسهل والدنيا لذيذه. انت لو اتفرجت على الفيديو اللي فات كويس قوي هتعرف الموضوع هنا سهل، هنا بس شويه عناوين زياده وبفهمك الفرق ما بين ده والفرق ما بين ده مش اكتر. تمام. هل كده خلصنا يا مستر؟ لا يا معلم ما خلصناش، فاضل لنا جزء كمان في السبوره بتاعتنا. يلا بينا بقى يا حبايبي ناخد نوع جديد وحاجه جديده من السرعه اسمها السرعه النسبيه. طيب نسمع عن كلمه نسبه في الرياضه انها بتبقى حاجه قصاد حاجه. نسمع عن حاجه اسمها نسبه وتناسب، نسبة 50%، نسبة 10:1. نسمع دايما ان النسبة او النسبية هي حاجة بتتقارن بالنسبة لحاجة. محمد بالنسبة لأحمد، محمد مثلا شاطر وقصاده أحمد فاشل مثلا. انا بدي مثال بعيدا عن اي حد اسمه محمد واحمد، الاثنين على راسي، انا بدي مثال ان مثلا يا عم انا عبد الرحمن ضعيف بالنسبة للبيج رامي قوي، وهكذا. دايما لما بنيجي نتكلم على كلمة النسبية هي حاجة بتتقارن قصاد حاجة. طيب احنا لما هنيجي نتكلم على السرعه النسبيه يا مستر، تعالى نكتب الاول العنوان بتاعها فوق. السرعه النسبيه هي بقى عباره عن ايه؟ ركز بقى معايا واديني دماغك. بابا معاه عربيه. تعالى يا عم نفرض ان بابا مش معاه عربيه، انت وانت راكب في المواصلات. جميل. هترجع تركب ورا الجنب اللي فيه الشباك، او اركب جنب السواق عشان الشباك يبقى جنبك وتبقى ايه، تعرف تبص على الشارع على طول. وجرب كده تبص على العربيات وهي ماشيه. جميل اهو لحد النهارده اهو تمام، سواء انت او انتي جربوا تعملوا كده، او انتي راكبه مع بابا العربيه او ايا يكن في المواصلات. اقعد جنب الشباك وبص كده من الشباك على العربيات اللي ماشيه جنبك. بنلاحظ ايه؟ دايما بنلاحظ ان في حاجه غريبه، ان تحس ان العربيات اللي ماشيه معانا في الطريق في نفس السكه بتاعتنا، ان احنا تحس انها ماشيه بالراحه، تحس انها واقفه جنبي اصلا، هي ما بتتحركش، انت مش فاهم هو في ايه. مع اننا احنا الاثنين بنمشي وبنجري والكاوتشات عماله بتلف، صح؟ انما لما بتبص على الطريق الناحيه الثانيه اللي هو الاتجاه العكسي، الاتجاه اللي عكسنا، السكه اللي عكسنا، العربيه بتبقى بتجري. الله، طب ما احنا كلنا بنجري على الطريق، اشمعنى العربيه اللي لما بصيت عليها لقيتها جنبي حسيت انها ماشيه بالراحه وهي اسرع مني بسنه صغيره، اما العربيات اللي الناحيه الثانيه اللي بتجري عكسي بحس انها طايره وسرعتها ضعفي؟ هي دي بقى يا معلم السرعه النسبيه. قال لك السرعه النسبيه هي عباره عن ايه؟ قال لك ان انت او انتي او انا واحنا بنبص على الحاجه وبنقيس سرعتها، فبنقيس سرعتها بالنسبه لينا. فلو احنا جسم بيتحرك زي وانت راكب العربيه، لو العربيتين ماشيين في نفس الاتجاه بتبقى السرعه النسبيه طرح. اثبت لك انك بتشوف العربيه وكانها ماشيه جنبك او وكانها ماشيه بالراحه. تاني تعالوا نشوف التعريف بتاعها. بحس ان انا هيغمى عليا. يا اللي بتلعب في الحاجه بطل لعب فيها. هو زي مننا ولا ايه؟ ايه في ايه؟ باظ ولا ايه؟ اهو يا عم اشتغل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا يا شباب. اتكلم معايا كده. يبقى السرعه النسبيه هي اني مثلا دوس صح. هو في ايه بقى؟ هي باظت ولا ايه؟ ان يا اخويا احنا الاثنين بنبص او ماشيين في نفس الاتجاه، فساعتها بنقول ان السرعه هي طرح. اما العربيات اللي بتبقى الناحيه الثانيه اللي هي بتجري عكسي بحس انها بتمشي بسرعه جدا فبجمعها. يبقى انا لما اجي اتكلم على تعريف السرعه النسبيه هو عباره عن ايه؟ يبقى هي عباره عن ايه بقى تعريفها يا شباب؟ تعالوا نكتب التعريف بتاعها. قال لك السرعه النسبيه، بص انا هقول التعريف وانت ركز بقى معايا وانا هفهمك جه منين. يا لهوي، في ايه؟ راحت فين؟ هي زعلت ولا ايه؟ انواع السرعه. طب يا عم تعالى نكتب العنوان من اول وجديد. احنا دلوقتي بنتكلم على بسم الله الرحمن الرحيم، بنتكلم على السرعه النسبيه. طيب السرعه النسبيه قال لك هي ايه؟ هي سرعه، ماشي، جسم متحرك بالنسبه
لمراقب ساكن او متحرك. ترجم يا مستر التعويذه اللي انت قلتها دي. يعني ايه هي سرعه جسم متحرك بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك؟ شفت القصه اللي لسه حكيها لك من دقيقتين لما قلت لك اركب في العربيه وبص على العربيات اللي هي ماشيه جنبك؟ مش العربيه وهي بتمشي دي عباره عن جسم بيتحرك؟ يبقى هي سرعه جسم متحرك اللي هي العربيه. هو مين اللي بيراقبها؟ مش حضرتك وانت قاعد جوه العربيه بتراقبها؟ يا مستر، فانا جوه العربيه الميكروباص اللي انا راكبه هو بيمشي. فقال لك بالنسبه لمراقب متحرك. يعني بقى كلمه ساكن سيبها على جنب، هفهمها لك دلوقتي يعني ايه ساكن. انا بس عايزك تلقط مني المعنى بتاع السرعه النسبيه، انك لما تيجي بتراقب العربيه وهي ماشيه جنبك تحس انها ماشيه بالراحه، انما لما بتبص الناحيه الثانيه بتلاقي العربيه اللي ماشيه في عكس اتجاهك بتطير، وهي دي السرعه النسبيه اللي عندي. ده كان تعريفها. انت بتقيس او بتراقب سرعه الجسم اللي بيتحرك ده، يعني انا بحدد سرعه الجسم اللي ماشي بالنسبه لمراقبه حضرتك. هل انت ماشي معاه في نفس السكه فبيبان ان سرعته صغيره، ولا انت ماشي عكسه في السكه الثانيه فبتبان ان سرعته كبيره؟ هي دي كلمه السرعه النسبيه، وهي دي كل افكار السرعه النسبيه. تعالى يا معلم نفترض ان هم دلوقتي انت راكب الميكروباص والعربيه ماشيه جنبك في نفس الطريق بتاعك، في نفس السكه بتاعتك، يعني في نفس الاتجاه. انا هسالك انت سؤال واحد بيه ربنا كده يا شيخ، عشان ما يمسكش القلم ده رشوق وزوري. هو مش انا لسه قايل لك والعربيه ماشيه جنبك في نفس طريقك بتحس ان سرعتها قليله؟ يا مستر بحس انها ماشيه جنبي اصلا والمسافه بتاعتنا صغيره خالص واسرع مني بطريقه بسيطه. ما هو ليه يا صاحبي انت شفتها كده؟ عشان انا عندي في الحاله دي السرعه النسبيه طرحنا، فلما طرحنا السرعتين من بعض العربيه مشيت بالراحه، او بانت ليا وانا براقبها بعيني انها ماشيه بالراحه. يبقى في حاله ان السرعه النسبيه كان الجسم المتحرك في نفس الاتجاه بعمل ايه؟ بطرح. يبقى هي حاصل طرح السرعتين. طيب اما العربيه اللي كانت بتمشي الناحيه الثانيه في الطريق عكسي كنت بحس انها طايره. اشمعنى؟ قال لك اصل لما العربيه بتبقى عكس اتجاهي مالها بقى؟ قال لك لما العربيه او الجسم بيتحرك في عكس الاتجاه بتاعي بجمع، بدليل انك بتحس ان العربيه اللي ماشيه الناحيه الثانيه دي طايره بتطير، فبتبقى حاصل مجموع السرعتين. يبقى تعالى بقى، لو العربيه ماشيه في نفس طريقي بطرح، طب لو العربيه او الجسم ماشي في عكس طريقي بجمع. كده حضرتك من الصبح عمال تشرح لي جسم متحرك بالنسبه لمراقب متحرك، فقلت لي ان هو يا اما في نفس اتجاهه يا اما في عكس اتجاهه. امال ايه بالنسبه لمراقب ساكن؟ يعني حضرتك نزلت وقفت على الرصيف وقاعد باصص للعربيات وهي بتجري، انت في الحاله دي اتحركت من مكانك؟ لا. هل هوبت بره؟ لا. يعني انت في الحاله دي مالك؟ ساكن. بتراقب العربيات اللي عماله بقى تمشي يمين وشمال وفوق وتحت وعماله، هل انت اتحركت من مكانك؟ لا. فبسميك في الحاله دي مراقب ساكن. طب انت بتعمل ايه؟ والله بشوف العربيات عماله تجري، يعني انت بتقيس سرعتها بس وانت ثابت مكانك. في الحاله دي الجسم او المراقب بيطلع حاجه اسمها السرعه الفعليه للجسم. ايه ده يعني ايه؟ يعني مش فاهم حاجه. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما اجي اقول لك ان العربيه دي بتمشي مثلا بسرعه 5 كيلو متر في الساعه، 10 كيلو متر، 50 كيلو متر في الساعه، ده السرعه بتاعتها. لما انا حددتها بناء على ايه؟ اللي كان فيه واحد واقف ثابت مكانه ما اتحركش ساكن وشاف العربيه ومسك الجهاز بتاع السرعه ده وراحت طارت من قدامه، فراح طلع له على الجهاز 50 كيلو متر في كل ساعه. هو في الحاله دي بالنسبه لي مراقب ايه؟ ساكن. هو اتحرك من مكانه؟ لا يا مستر. العربيه جريت، هل هو مشي؟
لا. فهي دي الجزء الثاني من التعريف بتاع السرعه النسبيه، هي سرعه جسم متحرك العربيه وهي بتجري بالنسبه لمراقب ساكن. انا اهو واقف مكاني ماسك الجهاز اللي بيقيس السرعه فجاب لي 50 كيلومتر، انا كده في الحاله دي مراقب ساكن. الرقم اللي بيطلع ده هي دي السرعه الحقيقيه بتاعت العربيه فعلا بالظبط. اما بقى المراقب المتحرك لا، ده ما بيدينيش السرعه الفعليه بتاعت العربيه، في الحاله دي بيديني حاجه اسمها السرعه النسبيه. فيا اما ماشي معاه في نفس الاتجاه فالسرعه صغيره بطرح، او بيطير عكسه في الاتجاه فالسرعه كبيره بجمع. يبقى لو ماشيين في نفس الطريق العربيه بتبان انها بطيئه يعني بطرح، طب لو ماشيين عكس بعض العربيه بتبان انها سريعه قوي يبقى بجمع. فهمت. طب لو انت واقف مكانك وماسك الجهاز اللي بيقيس السرعه، الحاله اللي انت فيها دي اسمك انك مراقب ساكن، الرقم اللي بيطلع معاك على الجهاز اسمه السرعه الفعليه، السرعه بتاعت العربيه بجد. فهمت؟ تمام. ناخد بقى يا معلم مسائل على السرعه النسبيه ونعيش سوا مع بعضينا الكلام كله اللي في الجزئيه دي. عايز اقول لك ان احنا كده يعتبر تقريبا الحمد لله رب العالمين شرحنا معظم الحصه، ناقص بس اللي احنا نطبق، هو بس البي دي اف لما ما علقش معانا واشتغل ان شاء الله واحنا هنبقى زي الفل اقسم بالله. يا رب يا رب يا الله يا الله. اهو اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا حبايبي والله انا مش عارف هو بيقطع كده ليه، بس هي ايه الشاشه تعبانه بقى. تعالى يا صاحبي نشرح الكلام اللي احنا لسه قايلينه هو بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتعودنا اني بذاكر معاك بقى من الكتاب دلوقتي. السرعه النسبيه مستر عبد الرحمن قال لي انها جسم متحرك زي مين؟ زي العربيه. بالنسبه لمراقب ساكن انا وانا واقف ماسك الجهاز بتاع اللي قياس السرعه كده انا اسمه مراقب ساكن. او واحد متحرك انا وانا راكب الميكروباص يا اما جنب العربيه في نفس الاتجاه فبيبقى السرعه قليله بطرح، او العربيه ماشيه عكسي بتطير فبتبقى السرعه كبيره بجمع. ما معنى ان السرعه النسبيه لسياره متحركه 90 كيلو، اي ان سرعه السياره بالنسبه لمراقب كلمه ما دي اللي هو يقصد يعني بيها مراقب ساكن او مراقب متحرك، هو بس عشان يختصر وفر على نفسه في الكتاب، بتساوي 90 كيلو. قيس السرعه النسبيه قال لك بتختلف على حسب الاتجاه. فلو كان انت مراقب ساكن اهو قاعد مكانك والعربيه اهي ماشيه، ساعتها السرعه اللي بتطلع دي بسميها السرعه الفعليه، السرعه الحقيقيه بتاعت العربيه. انا قاعد اهو ما اتحركتش من مكاني، السرعه اللي هقيسها وانا ماسك الجهاز اهو في ايديا هي دي السرعه الحقيقيه بتاعت العربيه. فقال لك ان ساعتها تقدير السرعه النسبيه بواسطه جسم ساكن، يقول لك ان الجسم المتحرك السياره طبعا والمراقب والشخص اللي قاعد ماشي ده انا بشرح لك. قال لك ان السرعه النسبيه ساعتها في الحاله دي هي السرعه الفعليه، سرعه الجسم الحقيقيه بتاعت بتاعت العربيه اللي هو الرقم اللي بيطلع على الجهاز. وساعتها ان مراقب الساكن بيلاحظ الجسم بسرعته الحقيقيه. طيب تعالى نخش على السلايد اللي بعده. بسم الله يا الله. ماشي. السلايد اللي بعده هنا بقى بيقول لك تعالى نفرض مثلا بقى ان انا عندي الجسم مش ماشي في نفس الاتجاه، لا ده انا عندي هنا السرعه النسبيه للجسم المتحرك بيتحرك في عكس اتجاهه. ادي انت راكب جنب بابا في العربيه اهو زعبول اهو قاعد اهو، وادي الراجل السواق بتاع العربيه النقل، واحنا ماشيين كده اهو وهو ماشي كده اهو، بحس ان العربيه دي طايره بتطير سرعتها كبيره. طب ليه؟ عشان هما الاثنين عكس الاتجاه، وانا المستر قال لي ان العربيه لما بتبقى ماشيه عكس الناحيه الثانيه في الطريق بلاقي سرعتها اكنها طايره. ايه اللي حصل؟ ان هو جمع السرعتين مع بعض، فلاحظت ان العربيه دي بتجري بسرعه قوي. فقال لك ان لما يكون الجسم مثلا ماشي، قال لك ان لما يكون الجسمين في عكس الاتجاه السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه للجسم هي سرعه الجسم يعني زائد سرعه المراقب. ايه اللي حصل؟ مجموع السرعتين، جمع السرعتين في الحاله دي مع بعض. اشمعنى العربيه وهي ماشيه عكس الناحيه الثانيه بحس انها بتجري بتطير؟ ليه يا مستر؟ اصل هو في الحاله دي جمع السرعتين فطلعت سرعه كبيره، فعشان كده شفت السرعه او العربيه اكنها طايره. طيب القانون ده بص سيبك اكنك مش شايف حاجه، اكنك مش شايف القانون اللي تحت ده. انت دلوقتي معاك ان السرعه النسبيه بتساوي سرعه الجسم زائد سرعه المراقب.
انت بدماغك تفكر طب هو خبى واحده وجاب واحده، ممكن نودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره ومش عارف ايه، ونطرح ونجمع. الكلام ده عبيط، انا مش عايزك تحفظ القوانين دي، انا عايزك تحفظ واحد وتشغل دماغك، واحد وتشغل دماغك. انا خلاص مستر عبد الرحمن فهمني السرعه النسبيه عباره عن ايه، انا افهم القانون واعرف احل اي حاجه. ماشي يا مساء الحال، يا الله اشتغل ان شاء الله، اشتغل ان شاء الله، اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلايد مشغول مش عارف بتاعي، يلا يا بابا. يا الله معلش حبيبي استنى، ان شاء الله اشتغل ان شاء الله، يلا بسم الله. ها الحمد لله اشتغل، يلا نشوف اللي بعده. واخر حاجه ولا دي مش اخر حاجه؟ لا دي مش اخر حاجه. يلا ايه ده ايه ده ده ضحك عليا ولا ايه؟ فين في نفس الاتجاه؟ ماشي ادانا مثال، ماشي يا عم حلو يا عم ولا يشغلني، يلا بسم الله. انا بس لا مش عايز احل، انا اوريك الاول ايه اخر حاجه بس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في سلايد كده ضاع، ما علينا. المفروض كان في سلايد بس كنت عايز اوريك فيه ان هو يا حبايب قلبي لو ماشي في نفس اتجاهه فبحس ان العربيه ماشيه بالراحه، وساعتها انا بطرح السرعتين من بعض. نبدا نحل بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال على السرعه النسبيه. دايما مسائل السرعه النسبيه بيديك سرعتين يلا، بيديك سرعتين يلا، بيديك سرعتين، والسرعه النسبيه بيديك سرعتين. اشمعنى يا مستر؟ ما انت من الصبح عمالين نقارن سرعتك وانت جوه العربيه وسرعه العربيه، يا اما ماشيه جنبك يا اما الناحيه الثانيه وماشيه عكسك. فمن الصبح عمالين نقارن ما بين سرعتين، فالسرعه النسبيه بيبقى فيها سرعتين اهو. تاني هقولها تاني، اهو سرعتين على الله تغلط فيها. يعني مش زي بقيه المسائل الثانيه بتبقى سرعه واحده، يا اما انت بتجيبها يا اما هو بيبقى مديها لك في المساله. بيقول لك احسب السرعه النسبيه. تمام. لسياره بتتحرك بسرعه 50 كيلو متر في الساعه بالنسبه رقم واحد لجسم ساكن. طالما قال لك لجسم ساكن ده يبقى راجل سالك ومحترم وابن ناس. وجيب لك سؤال جميل، اتفقنا ان الجسم الساكن بيقيس السرعه الحقيقيه بتاعت العربيه. طب هو قال لك ان سرعتها كام؟ 50. يبقى اول حاجه بالنسبه لجسم ساكن، والله السرعه النسبيه ساعتها هتساوي السرعة الفعلية اللي هي ما بين قوسين يا مستر سرعة حقيقية، سرعة العربية بجد بقى ملهاش علاقة بالسرعة النسبية. هو اداني بكام؟ ب50، فهتساوي 50 كيلو متر لكل ساعة. النقطة الثانية، قول لي لمراقب بيتحرك بسرعة 20 كيلو. طبعا الطالب الشاطر اللي مركز في الحصة قال لك ان هو هنا بيتحرك، فتسأله طب قول لي بقى هل هو ماشي جنبي في نفس السكه ولا ماشي عكسي؟ اصل هو لو ماشي جنبي في نفس السكه بلاقي ان السرعه قليله، معناها ان انا بطرح. انما لو ماشي عكس الناحيه الثانيه بحس ان العربيه بتطير، يعني اسرع مني بجمع. فقال لك ان هو بيمشي بسرعه 20 كيلو. قال لك مره بيتحرك عكس الاتجاه ومره نفس الاتجاه. تعالوا نحل النقطه الاولانيه اللي هي بتاعه عكس الاتجاه. اتفقنا العربيه لو ماشيه عكسي بتطير سرعتها كبيره، يبقى في الحاله دي بعمل ايه؟ بجمع. يلا تعالوا نحلها. نجيب القلم الاحمر. قال لك ان السرعه الاولانيه كام؟ 50، يبقى السرعه الحقيقيه بتاعت الجسم بتساوي 50، وسرعه المراقب بتساوي كام؟ بتساوي 20. اتفقنا ان هو في عكس الاتجاه، فانا هجمع يعني هتساوي 50 زائد 20 على الآلة تطلع ب 70 كيلومتر لكل ساعة. السؤال اللي بعده سؤال ب. قال لي يا مستر ان هو بيمشي في نفس اتجاهه. قلنا ان العربية لو ماشية جنبك بحس ان سرعتها قليلة، ده معناها ايه؟ معناها اني طرحت. يبقى طالما قال لك نفس ده معناها انه طرح السرعتين. يبقى احنا عندنا السرعه الفعليه ب50 وسرعه المراقب ب20، بس في الحاله دي بعمل ايه؟ بطرح، فهتساوي 50 ناقص 20 على الاله ب30 كيلومتر لكل ساعه. وهي دي حبايبي افكار حل المسائل بتاعه السرعه النسبيه. اديتك مثال اهو لذيذ اهو عشان خاطر تبقى بتطبق عليه. طبعا ان شاء الله هنزل لك ورشه حل بوم بنحل فيها باذن الله كتاب الامتحان. هحل لك كتاب الامتحان كله ان شاء الله مجانا لحد اخر السنه، يعني انا معاك شرح وتطبيق، وكمان هحل لك يا عم كتاب الامتحان اللي هو اشهر كتاب بيبقى موجود معانا اهو. انا مش سايبك لحد اخر السنه. خير ان شاء الله. مين الجامد؟ ايه دي بقى يا معلم؟ ودي عباره عن ايه؟ وايه دي بالظبط؟ بص يا حبيبي،
طبعا في ناس قاعده تتفرج على الفيديو عاملين اكس 2، هو الفيديو صغير يعني مش فاهم في ايه، فالناس تبقى قاعده فاتحه الفيديو بس باصه في السقف. فانا عملت سؤال كده عشان اشوف مين بقى الشاطر اللي قاعد مركز معايا وانا بشرح، مسجل كل حاجه ورايا، اركز وانا بحل المساله، اللي كان بيوقف الفيديو يحل المساله قبلي، عشان اشوف بقى مين الناس اللي قاعده مركزه كانتش بتدلع وانا بشرح الفيديو. مين الجامد اللي هيعرف يجاوب على السؤال ده؟ سيارتان ألف وباء بتتحركان على طريق مستقيم في نفس الاتجاه. إذا كانت سرعة السيارة ب بالنسبة لسائق السيارة ألف 27.5 كيلو متر، وعندما خفض سائق السيارة سرعة ألف إلى النص أصبحت السرعة النسبية ب 50 كيلو متر في الساعة، احسب لي السرعة الفعلية لكل من السيارتين. أنا ولا عايز منك خطوات ولا عايز منك حاجة، كل اللي طالبه منك تهبد لي الإجابات النواتج بتاعتها تحت، عرفت تشرحها يبقى زي الفل، تكتب لي الإجابات بتاعت السؤال ده في الكومنتات. طيب اللي هيجاوب السؤال ده صح دي جايزة مش هقول، بس يا السؤال ده حلو وانا لسه بقراه دلوقتي فخدت بالي ان هو سؤال مش سهل ومش هيعرف يحله غير طالب شاطر وكمان ركز معايا في الحصه. فاللي هيحل السؤال ده صح في الكومنتات ليه جوائز جميله جدا جدا جدا. اثبت بقى يا معلم على الكلام ده، لان ان شاء الله لحد اخر السنه هينزل لك السؤال ده في كل فيديو هتتفرج عليه، وكل واحد هيجاوب السؤال ده صح ليه جايزه جميله عندي ما يشيلش هم. طيب انا هعمل ايه بقى بعد كده؟ المفروض فيه هنا بالتوفيق الحمد لله. طيب بص بقى يا حبيب قلبي، عشان نبقى على نور لحد اخر السنه مع بعض، سيستمنا هيبقى عباره عن ايه والدنيا هتبقى ماشيه ازاي. زي ما شفت بنعمل الاول فيديو شرح، الكلام ده قلت لك في الفيديو اللي فات وباكد عليك المره دي برده، ولو في اجزاء مسائل فبطبقها معاك، لو ما فيش اجزاء تخص المسائل فبتلاقيني جايب لك في الاخر اسئله كتاب المدرسه وبحلها معاك كلها سؤال سؤال فيما يخص الجزء ده. هل بسيبك وامشي على كده؟ لا. بعد ما بتخلص الفيديو هتلاقي تحت في لينك، اللينك ده عباره عن امتحان هتخش جوه وتمتحن، طبعا كده كده هيجي لي بياناتك وكل حاجه. فالناس اللي بتقفل ليها جوائز جميله جدا جدا جدا، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنشوف الكلام ده، والناس اللي هتقفل وتجيب درجات كويسه في الامتحانات. ده غير السؤال بتاعنا اللي هو فقره مين الجامد. اللي بيعرف يجاوب السؤال ده بيثبت لي ان هو فعلا اتفرج على الحصه بضمير، وانا كل اللي عايزه انك انت تتفرج وتستفاد. انا بتعب وباباك بيتعب ومامتك بتتعب، كلنا بنتعب عشان خاطر حضرتك تبقى حاجه كويسه، فانا كل اللي طالبه منك انك تسمع الفيديو، مش عايز اكتر من كده. ما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في القناه وتخشوا على الجروبات بتاعتنا اللي موجوده على التليجرام وعلى الفيس وعلى الواتساب عشان خاطر ينزل لك كل جديد. ربنا يوفقكم يا رب يا حبايبي، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم دكتور عبد الرحمن في العلوم.